كان يا مكان، كان الله كبير في كل مكان. كان الحبق والسوسان في حجر النابل عدنان، عليه أبهى الصلاة وأزكى السلام. ويا سامعين الكلام، صليوا على خير الأنام. اليوم يا الحباب غادي نحكي لكم قصة قيس، ولكن ماشي قيس مجنون ليلى. هذا قيس واحد آخر، عاش في القرن الأول الهجري، كان من أعراب الحجاز. هاد قيس كان عايش مع قومه بني خزيمة في المدينة، وكان كيتنقل بزاف بين المدينة ومكة المكرمة، حيت في مكة كانوا الأهل ديال الأم ديالو. واحد النهار قيس مشى يزور خالو في مكة. الجو كان سخون بزاف والعطش غلب عليه، وقف قدام واحد الخيمة والرجال كانوا كاملين غايبين، وطلب الماء بكل أدب. خرجت عنده واحد البنت آية في الجمال، هي لبنى بنت الحباب من خزاعة. واحد البنت طويلة، عينيها كحل وشعرها كحل وطويل، زوينة بزاف، والكلام ديالها حلو والخلق ديالها حسن. عطاتو يشرب الماء وجلست معاه، تعرفوا على بعضياتهم. قيس أول ما شاف لبنى تغرم بها، وحتى هي نفس الشي. قالت ليه جلس شوية معنا حتى تنقص الحرارة ومشي، وهو وافق. قعد معاهم، هضروا تقسموا الكلام، وقلوبهم صافي تعلقات ببعضها. ومنين جا الأب ديال لبنى رحب به ونحر ليه وكرمه. ومن بعد قيس مشى بحاله ورجع للمدينة، ولكن رجع قلبه عامر بالحب. طلب من الأهل ديالو باش يمشيو معاه يخطبوا له لبنى، ووافقوا. والأب د لبنى قبل يزوجوا بنته، وتم هاد الزواج وعاشوا فرحانين. حياتهم كانت سعيدة وهانية، لكن دوام الحال من المحال. قيس كان وحيد والديه، والأم ديالو كانت متعلقة به بزاف. من بعد زواجه حست أنه بعد منها، مبقاش كيزورها بزاف، ورجع مشغول بلبنى، والحب ديالو كله موجه ليها. هنا الأم حست بالغيرة وبدات تخطط باش تفرق بينه وبين مراته. كانت كتحاول تزعجها بكل الطرق، خصوصا أن لبنى ما جابتش الولاد. هاد الحال استمر 10 سنين، وكل مرة الأم ديالو كانت كتطلب منه أنه يطلق لبنى ويزوج مرة أخرى اللي غتجيب ليه وريث يورث ثروة العائلة. لكن قيس كان كيرفض رفض قاطع، وكيطلب من الأم ديالو أنها ما تدخليهش في حياته، لأنه سعيد وفرحان مع مراته وما محتاجش الأولاد باش يعيش سعيد ومهني. ولكن الأم ديالو ما يأساتش، وبقات كل مرة كتحاول أنها تقنعه يغير الرأي ديالو. حتى لواحد النهار مرض الأب ديال قيس مرضى خايبة، وطلب منه أنه يزوج ويجيب ليه الوريث للعائلة. الأم ديالو تدخلات وقالت له دابا باك طريح الفراش، يقدر يموت في أي وقت، وإذا مات وهو غاضب عليك غتكون انت السبب في الموت ديالو. هنا قيس حس أنه بين نارين، البر بالوالدين، حبه الكبير لمراته، وفي لحظة ضعف رضخ واضطر أنه يطلق لبنى ويرضي الأم والأب ديالو. كان قلبه كيتقطع، ولكن ما لقى لبنى جهد. من بعد الطلاق فرحات الأم ديالو، وحست أنها صافي تهنات من لبنى وانتصرت. ولكنها ما عرفاتش أن هذا الانتصار غدفع الثمن ديالو غالي بزاف، لأن قيس من بعد ما طلق لبنى حياته تدمرات. ما قدرش يتحمل الحزن والفراغ اللي خلته ليه لبنى، خصوصا من يسمع أنها تزوجت برجل آخر. بقى عايش والحزن كياكل فيه كل نهار، حتى مات من القهر والحزن وهو باقي شاب صغير. ومن بين هاد الأشعار اللي خلدات هاد الحب الكبير ديال قيس للبنى كيقول: أتبكي على لبنى وأنت تركتها، وكنت كآت غيه وهو طائع، فلا تبك في إثر شيء ندامة، إذا نزعته من يديك النوازع. فواكبدي من شدة الشوق والأسى، واكبدي إني إلى الله راجع. وهكذا يا الحباب، كانت هذه هي حكاية قيس ولبنى، حكاية حب كبير بدا بنظرة وكلمة طيبة، ولكن سال نهاية حزينة ومأساوية. قيس دفع ثمن الحب الكبير ديالو للبنى، ماشي حيت ما كانش كيبغيها،
ولكن حيت غلباتو العادات والتقاليد وتدخل الأهل واضطر يطلقها وهو قلبه عامر بالوجع. من بعد ما تفرقوا عرف قيس قيمة الحب اللي كان بيناتهم، ولكن كان الوقت فات وبقى الندم كياكل في قلبه حتى مات. ولكن رغم الفراق والموت بقات حكايتهم خالدة في الشعر والتراث العربي، وكل ما كيتذكر اسم قيس كتذكر معاه لبنى. وما بقى لي غير نقول لكم كيف ديما، خبرتي مشات مع الواد وبقيت معكم يا الجواد.